كنت كنا عارفين بلي الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم والناس اللي عندهم ديور كبار ولا فيلات غالبا كيخدموا عندهم شي خدامه اللي تعاونهم في الشقه والطياب وشغالات الدار، وهاد الخدامه في اغلب الاحيان كتكون ساكنه معاهم في هذيك الفيلا وعاطينا شي بيت تماك في الفيلا باش هكاك تبقى ديما حداهم واللي خصاتهم كيقولوها ليها. لكن بالنسبه للقصه ديالنا ديال اليوم كتحكي على عائله اللي لاباس عليهم، عائله اللي مرفحه واللي واحد النهار خدموا في الفيلا عندهم واحد الخدامه، لكن هاد الخدامه اللي خدموها ماشي اي خدامه كيف كانت، لا انما هاد الخدامه كانت في غايه الجمال، زينه كيهبل اللي غادي واللي جاي واللي شافها كيتفتن بالجمال ديالها، وبطبيعه الحال حتى العائله ملي شافوها حتى هما خربقوا مزيانه وتفتنوا بها. لكن القصه ديال هاد الخدامه قصه واش من قصه، كيفاش وصلت هاد الخدامه لعندهم، وشكون هي اصلا بعد هاد الخدامه، وشنو طرا من بعد ما خدمات عندهم تماك في هذيك الفيلا، وشنو علاقه السحر والشعوذه بداكشي اللي جاي بداكشي اللي غادي تسمعوا. هادشي كامل الخوت هو اللي غادي نعرفوه في القصه ديال اليوم، اللي قصه خطيره بزاف وخص اي واحد فيكم يسمعها. القصه ديالنا غادي تبدا مع حليمه اللي كانت واحد الشابه اللي تزاد في واحد الدوار نواحي سيدي قاسم، تزاد في واحد الوسط عائلي اللي شويه فقير، يعني ناس دراوش على قد الحال. حليمه ما قراتش بزاف، يعني حدا السادس وخرجت من القرايه، وهادشي دفعها وهي صغيره انها تبقى جالسه غير في الدار وتقابلها هي وامها وتبقى مقابله هاد الامور ديال الدار. حليمه كانت واحد الشابه اللي في عمرها 18 سنه، كانت واحد البنت اللي مازال صغيره، لكن الجمال ديالها كان ساحر ما شاء الله، واللي شافها كان ما كيسخاش يحيد عينيه عليها. كانت الدريه زوينه بزاف، شعرها كان طويل ورطب، عينيها كبار، الملامح ديال وجهها زوينين، وحتى الفورمه ديالها كانت فورمه اللي زوينه ما شاء الله. وهادشي كله يعني هاد الزين كامل وهاد الجمال اللي عطاه الله بيني وبينكم ما كان نافعها في والو، من غير كان ديما جابت ليها غير الصداع والمشاكل. صافي كان اذا شي واحد شافها كتعجبو كيبقى لاصق فيها ومخربق ليها حياتها، ما كيبغيش يفوتها، وهادشي كان خالق ليها مشكل كبير. يعني اي واحد شافها فرح كيبغيها تكون ليه. ومن بين هاد الناس اللي كانوا داروا مشاكل كبيره في حياه حليمه كان واحد الشاب من واحد الدوار اللي حداهم. هاد الشاب هذا كان سميتو بوشعيب، وغير باش نعطيكم واحد الفكره على بوشعيب ونوصل لكم كيفاش داير. هاد خينا هذا كان اش غادي نقول لكم واحد المسخوط وقطاطعي، ديما البلباله، ديما المشاكل، ديما الصداع، زيد عليها حتى شي حد ما كان كيقد عليه في هذوك الدواور اللي تماك. يعني السيد كان زاعم بزاف وداصر وكيقد يضرب بنادم كاع يضرب اللي خايب وما عندوش مشكل سيد داصر. وهاد بوشعيب هذا كان ديما لاصق حليمه ولاصق فيها، فين ما خرجت كيتلقى ليها. كانت مسكينه كتحاول انها تفاداه لكن والو، كتبغي تهرب منه لكن والو، السيد لاصق. وهو عاد ما كيزيد فيه اكثر وكثر، السيد وصلت به انه ولا كيهددها وكيهدد حتى والديها باللي الا مشاو حتى ما بغاوش يزوجوها اللي غادي يدير فيهم وغادي يدير فيها حتى هي شي حاله اللي ما غاديش تعجبهم حليمه. كان عياها هادشي بزاف وما لقاتش جهد لهاد السيد اللي كان حقيقه مورون ليها حياتها كيف ما كنقولوا، يعني عيات ما دير مع حلول، عيات ما تهرب من والو، السيد لاصق فيها وباغيها صحه. حليمه خافت شي نهار يصدق هاد خينا هذا معدي عليها ولا داير ليها شي حاجه في وجهها ولا ما عرفتش شنو داير ليها مبليسيه. فتماك حليمه قررت انها غادي تخوي هي داك الدوار كاع بمره وتمشي في حالها، تمشي لكازا، منها تقلب تماك على راسها وتشوف شي خدمه اللي غادي تخدم فيها وتحرك فيها، ومن هاني تهنى من هاد خينا اللي ولا معيشه في الرعب ومرجع ليها حياتها كحلا. والديها بدات كيلحم هاد الهضره وقالت لهم وديره باغا نمشي لكازا وكذا داكلو على قلايتها ديال بلي خليمه كانت عندها واحد الخطه انها غادي توصل لهذيك المدينه اللي باغا تمشي ليها، غتشوف واحد البنت صاحبتها اللي كانت بنت دوارهم وهي دابا راه مزوجه وساكنه تماك في حسباتها في كازا. حليمه قالت مع راسها غادي نمشي عند هذيك البنت، غادي نجلس عندها واحد النهار ولا يومين بيض، ما قلبت على راسي وبيد ما قلبت على خدمه، وديك الساعه غادي نمشي نكري لراسي ولا نشوف شنو ندير. وهذه كانت هي الخطه ديال حليمه، وهكا كانت باغا تبعها. داكشي النيت اللي كان حليمه غادرات هذاك الدوار ومشات لكازا، لكن مشات في السر حتى شي واحد ما عارف من غير فقط والديها، يعني بلا علم حتى شي واحد من غير والديها. وراكم عارفين مشات بالسر باش الناس ما يوصلوش الهضره لهذاك خينا ويعرفها فين مشات ويصدق تبعها حتى لكازا ويحرر عليه العيشه تماك. داكشي باش حليمه قادت الامور ديالها بالسر والكتمان. المهم ما وصلت لكازا جبدت واحد الورقه ومشات لتيليبوتيك عيطات لهذيك النمره اللي في الورقه. ديك النمره كان ديال هذيك البنت اللي سكنات في حسباتها، ديك بنت دوارهم اللي جاي عندها. ديك البنت فاش عرفاتها وصلت، واصلا كانت ديجا علمها باللي راه غادي تجي عندها وهاد الامور كامله. ديك البنت فرحات بزاف ورحبات بها، نعتت لها الدار فين غادي تمشي، وحليمه مشات نيشان قصدت الدار ديال صاحبتها دخلاتها. هذيك البنت استقبلتها مزيان وخاتها هي في الحقيقه كان مسكينه على قد الحال، وديك الدار فين ساكنه يعني دار اللي متواضعه وبسيطه، وراجلها كان واحد الانسان حتى هو اللي بسيط ومتواضع. والحياه في المدينه ماشي بحال الحياه في العروبيه، راكم عارفين يعني الانسان يلاه كيتقاتل على طرف الخبز. لكن واخا هكاك هذيك الصديقه ديالها دارت معها الواجب ووقفت معها. المهم هذيك البنت صاحبتها سولات حليمه، سولتها زعما على شنو بلانا وزعما شنو ناويه دير ولا هي اش كتخطط زعما شنو غدير دابا. جاوباتها حليمه قالت ليها اش غادي نقول لك يا صاحبتي والله ما عرفتش حاليا، لكن غدا ان شاء الله غادي نفيق ونشوف شنو غادي ندير. وداكشي نيت اللي كان باتت معها هذيك الليله والغد اللي فاقت في الصباح بكري خرجات، شدات الطوبيس اللي حطها قريب لحي البرنوصي، نزلات حليمه من الطوبيس وبدات غدا كتمشى، حيت كان قدامها واحد المسافه اللي طويله عاد توصل. كانت غدا كتمشى ودازت وسط حي انفا اللي كله فيلات واعرين، وداك الحي ساكنين فيه غير شكون وشكون. كانت كتهز راسها وكتشوف الناس فين ساكنه ودوك الفيلات بحال هكاك وغادا، وكدور في عينيها وكتقول مع راسها ايه على الناس كيف عايشه. وهي غادا وسط دوك الفيلات غادي دوز حدا واحد الفيلا اللي
كانت قدامها واحد الطوموبيل كاتكات اللي محلوله ليها الماله، وحدها واحد المراه اللي غادي تكون تقريبا ديك المراه في الخمسينات من عمرها، يعني الا شفتيها كتبان عندها ديك 52 63 عام. ديك المراه كانت كتحاول تنزل شي تقضيه وشي كراطن من تماك من الكوفر ديال الطوموبيل، وبحال الا كانت مهلوكه، يعني بحال كان داكشي كتير، وغالبا ملي شافت هذاك الديكور واصلا كانت الزنقه خاويه، بنت ليها ديك المراه معذبه ومكرفصه غير بوحدها، فمشات عندها وقربات حداها دوات معاها، قالت لي على نيتها ياكم ما نعاونك اختي ياكم ما نعاونك. الوقيته اللي هذيك المراه سمعت هاد الهضره دارت شافت في حليمه، كانت هذيك المراه دايره واحد النواظر كحلين حيداتهم وبدات كتطلع وكتهبط في حليمه، كانت كتشوف قدامها بنت العروبيه، يعني كان باين غير من اللباس ديالها اللي كان قديم وديك الصنداله ديال الصمطه في رجليها، يعني كتبان جايه من الباديه، لكن ملي شافت في وجهها بان ليها واحد الوجه اللي زوين بزاف وملعيكي، يعني وجه جميل. ديك السيده ارتاحت بزاف لحليمه من الشوفه ديالها، يعني دخلت ليها على خاطرها تماك فين شافت في حليمه، وابتسمت ليها وقالت ليها السلام عليكم ابنتي، واخ إيه الله يجازيك بالخير، عاونيني الله يعطيك الخير، نحط نيت هادشي غير في العتبه ديال الدار. هنايا بعد تماك فين حليمه بدات كتهز معاها في ديك التقضيه ودوك الامور، وملي سالت شكرات هذيك المره بزاف، وحليمه بنت ليها بواحد الابتسامه، يعني قالت ليها ماشي مشكل هانيه. لكن قبل ما تمشي حليمه هنا فين هذيك المره سولتها، قالت ليها بغيت نسولك ابنتي واش خدامه هنا في شي فيلا؟ لا عمري ما شفتك، عمري ما بنتي ليا، واش سماك الله بعدا؟ تماك فين جاوباتها حليمه قالت ليها سميتي حليمه، سميتي حليمه لا وانا راني ما خدامش هنايا في شي فيلا، لقيتيني غادا لجهه البرنوسي نشوف شي خدمه لعل وعسى نلقاها، انا مازال جديده معاكم هنا في كازا هنا. ديك المره قالت ليها اما وسبق ليك خدمتي في الديور من قبل ولا لا؟ حليمه جاوباتها قالت ليها لا الصراحه ما خدمت في شي دار. جاوباتها المره قالت ليها وصراحه كانت معايا واحد السيده خدامه عندي هنايا في الفيلا، ولقيتها هذه غير يومين باش مشات بحالها، وعليها نيت تلقيني وحله في القفافي ما عارفه كيفاش ندير ليهم. المهم بداو كيضحكوا بجوجهم، وقالت لي هذيك المره ويلا بغيتي تخدمي معايا مرحبا بك ابنيتي، وما غادي يخصك حتى خير كلشي كاين، وحنا غير ناس قلال في الدار، كاينه غير انا وراجلي الحاج المختار ووليدي، زيد عليها عندك بلاصه ديالك فين تباتي، عندك البيت ديالك كامل مكمول، جيبي غير حويجاتك وجي مرحبا بك والف مرحبا. حليمه صراحه فرحات بزاف بهذا العرض، ما كانتش منتظره انها غادي تلقى خدمه بهذه السهوله، خصوصا غادي تخدم في فيلا واعره بحال هذه، ومن الفوق عندها فين تسكن، يعني ما غادي تخلص لا كرا لا والو، يعني عرض زوين بزاف، واصلا هي مولفه بتماره ومولفه في العروبيه، ما عرفت شنو كدير كتمشي تسقي، يعني الخدمه ديال الفيلا غتجيها سهله. زيد عليها الاهم من هذا الشيء ما غاديش تلقى شي بلاصه اللي نقيه بحال هذه فين انها تعيش فيها، وزائد ثمن هذه المراه باينه فيها واحد المراه اللي ما شاء الله ماشي شي وحده اللي غتكرفص عليها، يعني باينه من هضرتها مراه نقيه وكتعرف بيني وبين الله. داكشي باش حليمه في البلاصه قالت ليها واخا لا واخا انا اليوم نيت لا بغيتي نجيب حوايجي ونرجع عندك مرحبا، واللي خلانا كلنا نتخشاو في ديورنا. داكشي باش حليمه في البلاصه قالت ليها اختي غنضع في دوار وانا راني حاطه حوايجي غير عند واحد صاحبتي في سباته. قالت ليها المراه صافي واخا مرحبا بنيتي، نسيت الله يجيبنا في الصواب، انا سميتي خديجه. سميتي خديجه؟ حليمه جاوبتها قالت ليها متشرفين لا خديجه. جاوبتها خديجه قالت ليها بلاش ديك لا خديجه، بلاش راكي نتاي بحال بنتي قولي لي ماما خديجه ولا تا خديجه بلا ماما الا بغيتي. حليمه ضحكات وقالت ليها صافي واخا اماما خديجه. تماك فين عاوناتها وتعاونوا بجوجهم حتى دخلوا داكشي كامل الدار، ديك التقضيه غادي يدخلوها كامله، وحليمه دخلت لهذيك الفيلا، حتى واحد الفيلا اللي شنقول لكم ما شاء الله ضخمه، وغير الجرده ديالها يجروا فيها الخيل، كانت كدور في عينيها ومبهوره. وتما خديجه قالت ليها اجي معايا ابنتي حليمه، اجي وداتها واحد البيت اللي كان مرتب ومقاد، وفيه واحد الناموسيه وتلفزه تماك صغيره بلازم، وكان فيه واحد الماريو كبير. قالت ليها هذا ان شاء الله ابنتي هو البيت ديالك حليمه. ملي شافت هذاك البيت قالت ليها هذا كامل البيت ديالي، بزاف عليا امام خديجه بزاف هذا البيت، انا ماشي مشكل نعس فين ما كان، نعس في الكوزينه ولا نعس في شي سداري شايط اللي كان ماشي مشكل. خديجه قالت ليها شنو اشمن انت شي سداري شايط، الله يهديك حتى انت بزاف عليك تنسمعي حليمه ابنتي، انا ربي يرزقني بولد واحد، والحسره الوحيده اللي عندي في الدنيا هي انني ما ولدتش شي بنيته اللي تونسني ونفرح بها. وهذا البيت هذا اللي كتشوفي بنتي كان من قبل ديال واحد الخدامه اللي كانت خدامه عندي هنا في الفيلا، وهذه غير يومين باش مشات بحالها، كانت سنين وهي معايا سنين وهي خدامه معايا هنا، وتصرفت فيها بنتي غير في الخير، كنت كنشوفها بحال بنتي وكنت دايرها بحال بنتي وكثر، لكن هي ما قدرتش هذا الشيء وما اعتبرتوش، مدات يديها الحوايج بنتي، مدات يديها الحوايج وشفراتني، دات لي شي حوايج ديالي اللي ما خصهاش تهزهم، وهكا بنتي حليمه كان صعيب عليا نثيق فيها مره اخرى، يعني ملي وصلت القضيه للسرقه صافي ما يمكنش نثيق فيها مره اخرى. انا الخوت هاد الهضره كامله فسمعتها حليمه ما عرفتش باش تجاوب. اولا كان باين من خديجه باللي واحد المره اللي قلبها كبير وكانت عفويه، باينه فيها واحد المره اللي كدير الخير وما فيهاش الحسابات، لكن حليمه فهمات باللي بحال الا خديجه بغات توصل ليها ميساج ديال حداري ثم حداري تخوني النيه شي نهار وحتى انت ديري شي حاجه ولا تسرقي شي حاجه، يعني من الاخر حليمه فهمات باللي هذا الميساج بحال الا موجه ليها حتى هي بواحد الشكل غير مباشر، بحال الا زعما قالت لها مولات الدار، قالت لها زعما ديك اللعبه ديال انا غادا معاك ابنيتي ولكن عندك تخضري حليمه. من بعد ما سمعت هذا الكلام تماك فين تفاعلات مع هضرتها بشكل ذكي، وقالت لها الله يهدي ما خلق ماما خديجه، الله يهدي ما خلق، شكون القدر بحال هادي يعيش فيها بنادم الله يهديه. وصافي بنادم ما كيقنعش دابا تندم اماما خديجه، دابا تندم خديجه حركه راسها ودارت واحد
ابتسامه قالت لها ويا بنتي تماك فين؟ قالت لها هاد حلاوه اللسان اللي عندك يا بنتي ما شاء الله فين تعلمتي هادشي؟ زيدي زيدي ابنتي زيدي نوريك الكوزينه. وبقيت الدار كامله وما غاديين وسط الفيلا. كانت خديجه كتوريها في الفيلا كامله وفي نفس الوقت كدوي معاها وكتقول لها كيقولوا ناس قدام ابنتي باللي خادم الناس هو سيدهم حليمه. قالت لها ما فهمتش عذريني راه قرايتي كانت على قد الحال وخرجت بكري من المدرسه غير فهميني خديجه. قالت لها خادم الناس هو سيدهم يعني اللي كيخدم الناس يعني اللي كيخدمهم وكيتسخر لهم كيكون سيد عليهم وبلا بيه وما يقدروا ما يديروا والو. حليمه دارت واحد الضحكه. اما خديجه كملت هضرتها وقالت لها يعني ابنتي كاع اللي في الدار هنا غادي يتلاقاو فيك وجه الله وما غاديش تكرفصوا عليك يعني ما غاديش يحرجوا عليك وما غتكونش مطلوبه منك شي حاجه اللي اكثر من طاقتك واكثر من جهدك. حليمه قالت لها ها انت غير امري الات خديجه وانا نفت سمحي لي بغيت نقول ماما خديجه. خديجه هنا ضحكات ومن وراها مشاو للطوموبيل بجوج ومشات خديجه هي وحليمه اللي عندها ديك البنت فسباتها جابت حوايجها كاملين من تماك. ملي دخلوا للدار عند صاحبتها تماك فين حليمه عاودت لصاحبتها على الخدمه الجديده ديالها يعني عاودت ليها غير باختصار فين غادي تخدم. قالت لها هاد السيده هي اللي غنخدم عندها. من بعد حليمه غادي تاخذ التليفون من عند ديك صاحبتها ومشات بعيد عليهم بجوج يعني خلات صاحبتها وخديجه مشات بعيد عليهم ودوزت لواحد المكالمه دوات في التليفون وكانت كتبان انها كدوي بضحكه وكانت باينه بلي عيطات لوالديها وقالت لهم بلي راني لقيت خدمه جديده. من وراها يرجعوا للدار وهنا فين غادي تبدا الحياه ديال حليمه الجديده كخدامه. ديك الليله تعاونات هي ومولات الدار هي وخديجه بما ولفات في هذه الكوزينه الجديده. ملي وصلت هذيك السبعه ديال العشيه تقريبا غادي يجي راجل خديجه وهنا خديجه فين قدمته لحليمه وقالت لها هذا الحاج المختار ابنتي الحاج المختار راجلي. حليمه قالت ليه السلام مشرفين اعمل الحاج وكانوا عينيها محدورين وحشمانه وهي كدوي معاه. قالت ليه متشرفين الحاج المختار. قال لها متشرفين ابنتي. لكن الحاج كان مبهور بالجمال ديالها كان كيطلع فيها وكيهبط. حليمه كانت واحد البنت اللي مازال صغيره وزوينه بزاف كيف ما عاودت لكم من قبل والحاج واخا كان واحد الراجل اللي كبير وبعقله لكن هادشي ما خلاش ما يتفتنش بالجمال ديالها وصدق طرا ليه بحالو بحال هذاك بوشعيب وكاع الناس اللي تسعطوا فيها من الشوفه الاولى. الحاج تحركوا فيه شي حوايج وفي اللحظه كان لمرتو خديجه اجي بغيت ندوي معاك. ملي نفرد بها وبقى هو وياها قال لها انت منين جبتي هاد الخدامه هادي محال واش تكون بنت العروس. مساو كالتي دو بريموت هذا توجاز اللي فوسيت مع يدك كيلا تستغرب نها خالدي بورشو اذا تلود على بدايه هادي وتلك ياري ديك تيون عزر خدام يكون سيديت باكتيف ديال سمته خود ديال الفرع لا حاج قال لها بوانديا والديها فين هما جاوبتو مرتو خديجه قال لي عطوا داك ديري شو بدات تسمع دبا دخل جديو في نخديها جوج سيدات كتاخديو على رايا بينك شحال كان في الكوزينه ولحد ديك الساعه كنطلع للبيت ودوش وسد عليه. اما خديجه كانت في الصالون كدوي في التليفون مع شي صاحبتها تماك فين غادي تسمع الصوت ديال الكراج كيتحل تاع الطوموبيل تسد الكراج خدم دور الساقطه ديال الباب. شكون جا؟ الصاجع ديال الدار السي انس اللي مع دخل الدار كان غادي وكيدندن وكيغني شي موسيقى في مغرب شويه واصلا كان داخل وما كاينش هو كاع في هذا العالم. خونا كان شويه داصر بحكم انه هو الوحيد عند والديه فلوس موجوده طوموبيل عنده طوموبيل ناضيه حتى شارينا ليه يعني السيد ولد الفشوش. انس وهو داخل كان كيغني وما مسوقش. شويه غادي يدوز على كوزينه تا واحد شويه غادي يرجع باللور باقي يشوف غادي تبان حليمه حبس الوقفه ويقول لها السلام حليمه. ما حازت راسها شافت فيه وملي شافته تا هو بحال هكا قالت لي وعليكم السلام. تماك فين بقاو بجوجهم واقفين وكيشوفوا في بعضياتهم بقاو شي 6 ثواني بحال هكاك وحتى حليمه ما فهمتش علاش ما تصرفاتش مع بواحد الحشمه كيف ما درت مع باه يعني قبيله ملي سلمات على الحاج حضرات عينيها بقات كتشوف في الارض لكن دابا بقات كتشوف هاد انس بقات كتشوف فيه حتى واحد 6 ثواني وهو كيشوف فيها. كان باين باللي انس عجباه خصوصا حتى هو واحد والدين بوكس وزوين مهلي في راسو والاهم انه حتى هو كانت جاتو حليمه البنت اللي زوينه وخا ما دايراش المكياج ومبوهدله في هذوك الحوايج ديال الخدامات لكن كيف كيقولوا غالب وهاد الشوفات اللي طالوا بيناتهم حاجه وحده هي اللي هرساتهم وهي هذيك الخطوه ديال خديجه اللي كانت جايه وكتقول ليه تبارك الله على الراجل تبارك الله على مولي الدار تبارك الله على مولي الدار فين كنتي هاد السوايع كاملين باكره من قبيله وهو كيسول عليك وكيغوت فين كنتي. انس ما شاف فيها قال لها انا الوليده كنت هنا. تماك فين قرب عندها حدا ودنا قال لها وليده شكون هي هادي. تماك فين خديجه جاوباتو بالجهد يعني ما بغاتش تدوي معاه بشويه جاوباتو بالنبره اللي مسموعه باش حتى حليمه حتى هي تسمع. قالت لي هادي اختك هادي خطوات ديال خديجه اللي كانت جايه واخا ما دايراش المكياج ومبهدله في هذوك الحوايج ديال الخدامات اللي كيقولوا القالب غالب وهاد الشوفات اللي طالوا بيناتهم حاجه وحده هي اللي هرساتهم وهي هذيك الخطوات ديال خديجه اللي كانت جايه وكتقول ليه تبارك الله على الراجل تبارك الله على مولي الدار تبارك الله على مولي الدار فين كنتي هاد السوايع كاملين باكره من قبيله وكيسول عليك وكيغوت فين كنتي. انس ما شاف فيها قال لها انا الوليده كنتي هنا. تماك فين قرب عندها حتى ودنا وقال لها الوليده شكون هي هادي. تماك فين خديجه جاوباتو بالجهد يعني ما بغاتش تدوي معاه بشويه جاوباتو بالنبرد اللي مسموعه باش حتى حليمه حتى هي تسمع. قال لي هادي اختك حليمه الخدامه الجديده نشاف لي هندسي ويزبيتر وبغنتك يشوها انا لو شي ستيبل تاعي انت بتشو داوش ديال اسم تخريم ماشي بتفود خويا ايشيس. ما بعد سوايع كلال حليمه جابت ليهم العشاء وحطته ليهم وكانوا مجموعين كاملين في الصاله الا حليمه بوحدها اللي بقات في الكوزينه باش هكا تعطيهم واحد المساحه ديال الخصوصيه فين يدويو في امورهم العائليه راكم عارفين. وكان
هذا هو البروتوكول المعروف، يعني خصهم يجلسوا بوحدهم باش كيتناقشوا في امورهم العائليه، وهي بقات بوحدها غادي يساليها هذاك النهار، وحليمه مشات لبيتها باش تنعس وترتاح. والغد اللي بدات مع الصباح بكري ناضت، راكم عارفين ولاد العروبيه مولفين كيفيقوا للسده الصباح الخمسة، ناضت على الصباح بدات كتقرقب في المواعن بحكم انها زعما بنت الباديه ومولفه هذا الشيء، وكان هذا الفياق بكري كيجري عندها في الدم مولفه به. المهم هذا النهار حتى هو غادي يدوز على اكمل وجه، وحتى من خديجه كان عاجبها الحال وفرحانه بحليمه، يعني كتحس بها ارتاحت ليها. وقبل من المغرب بشويه كانت هزاتها معاها في الطوموبيل وداتها معاها لواحد المول، وتقداو شي حوايج وشرات ليها حتى واحد الكسوه اللي فرحت بها حليمه. ملي رجعوا هذاك النهار حليمه كانت لاحظات واحد الحاجه، لاحظات باللي الشوفات ديال انس يعني ولد خديجه كانوا شوفات اللي في شي شكل، كان كيبقى يشوف فيها وكيطول فيها الشوفه، يعني بحال قلتي شوفات اللي مفروشين، اما من جهه ما كانتش كتشوف فيه بواحد الشوفات ديال الحشمه ولا شوفات ديال الرفض، لا على عكس هي كانت كتشوف فيه بنفس الاعجاب، لكن كانت عارفه باللي صعيب بزاف تكون بيناتهم شي حاجه، يعني شي حاجه اللي قريبه، كانت عارفه ان هي كتنتمي لواحد الطبقه وهو من طبقه اخرى. يعني راكم عارفين زيد عليها انس كان عاطي ديك النظره ديال انه ولد زهواني لا اكثر، يعني باغي غير يدوز الوقت وصافي لا اكثر، داكشي باش بحال حليمه حتى هي طلعت بخبيزتها وحتى هي ما كتحضرش عينيها. المهم دازو ايام وايام وكلشي كان عادي الى النظرات ديال انس لحليمه والنظرات ديال حليمه لانس، هادو هما اللي ما كانوش عاديين. وفي طيله المده كانت حليمه واحد الطباخه اللي ماهره، يعني كطيب مزيان، كتعطي لهادوك الطبخات والاكلات البلديه، كتعطيهم اصليه وكانت مبرعه. وفي غالب الاحيان هذيك الماكلات ما كانتش كتكل منها، هي غير كتفضيهم وهي كتصوب ليها ماكله بوحدها. خديجه كانت كتلاحظ هادشي وقالت لها واحد المره، هاد المره بنتي عزلي ليك انت من ماكلتنا، ما تبقايش طيبي لينا حنا ماكلتنا بوحدنا وانت تصوب ليك شي حاجه اللي عاديه، عزلي راسك من ماكلتنا، يعني قبل ما تحطي لينا عزلي ليك انت حقك وكله ماشي مشكل ابنتي كلشي ديالك. جاوبت حليمه قالت لها راني غير كنحشم ناكل معاكم نفس الحاجه، راكي عارفه خديجه. قالت لها لا ما تحشمش ابنتي كلشي ديالك وانت راكي كيف بنتي حيدي عليا هاد الحشمه بركه. المهم غادي يدوز ايام لك الليله عاوتاني حتى لواحد النهار اللي كانت فيه الدار خاويه حليمه، كانت في بيتها ساده عليها مع ديك الوقيته ديال العصر بحال هكاك جالسه متكيه، ساده عليها حتى كتسمع دقان في الباب، واللي شكون كيدق، ناض قفزات باش تحل الباب، على بالها غادي تكون خديد اللي كدق عليها حيت هي الوحيده اللي كتجي عندها وكدق عليها. لكن مع حلات الباب شكون كتلقى قدامها؟ الخوت. شكون كتلقى في نظركم؟ كتلقى الحاج. الخوت الحاج المختار، داك الراجل الدياني ديالنا اللي جاي بشي بو كيدق عليها، وباين علاش كيدق عليها. حليمه شافت فيه قالت ليه عمي الحاج حب الخاطر، واش بغيتي نوجد لك شي حاجه؟ الحاج هنا بدا كيتلعتم وكيخرج ويدخل في هضره، قال ليها وشوفي، وبدا كيعرق بوحدو بتاعته حتى لواحد اللحظه صافي خلاه وزاد مشى بحالو. حليمه كانت واقفه وكتشوف هذاك المنظر كتقول اوه هذا مالو، هذا اش بقى، شنو اللي خلاه يجي يدق عليا وشنو اللي خلاه يوصل لهاد الحاله بوحدو؟ واحد الراس كان فهم مزيان لاش الحاج كان جا لعندها، لكن واحد الراس اخر كيقول ليها نعليش الشيطان، السيد راه كبير والسيد بعقلو. لكن الخوت هاد اللقطه اللي وقعت وطرات غير في السر، وغير باش تعرفوا بين قوسين راه هادشي ما وقعش غير مع الحاج بوحدو، لا واحد المره عاوتاني حليمه كانت في كوزينه تحسات بشي واحد واقف وراها، الوقيته اللي كدور كتلقاه انس واقف. قالت ليه سيدي انس بغيتي شي حاجه؟ انس ما كانش بحال به، كان زاعم شويه، قال ليها في وجهها نيشان. ما عرفتش حليمه النهار الاول فاش شفتك عجبتيني بزاف، لكن عقلي كان فاهم بلي انت غير بحال اختي كيف ما قالت لي الوالده، لكن دابا عقلي ما بقاش قادر يتقبل هذيك الفكره ديال انك اختي، هادشي ما بغاش يدخل ليا لراسي، شي حاجه كتجذبني. حليمه صراحه تفاجات بهاد الجرأه ديال انس وهادشي اللي قال ليها، وحده ضحكات وقالت ليه راه غادي تشوفنا ماما خديجه انس من بعد وندويو الحقيقه. حليمه انا كان عجبها هادشي اللي فاتحه به انس، وعجبتها هاد الهضره اللي قال ليها، اصلا حتى هي كانت كتبادلوا نفس الاعجاب. حتى لواحد النهار فين كانت فيه الدار خاويه، كانت خديجه مشات تزور شي صحاباتها، انس تماك فين غادي يدق الباب ديال حليمه اللي ما غادي تحلي الباب. تشوفي قالت ليه انس غي جاوبها، قال لها انس قال لها ما جاوبتينيش على اخر مره فاش دويت معاك وقلت لي هذيك الهضره ما بقيتي قلتي لي والو. هنا حليمه قالت لي بلي حتى هي عندها نفس المشاعر ليه وكلشي داكشي كامل حتى هو اللي كيحس به حتى هي كتحس به، لكن راك عارف بلي صعيب تكون بيناتنا شي حاجه، راك عارف هادشي صعيب. والديك انس غادي يكونوا عائق قدامنا تماك فين انس دوا معاها. قال ليها ما تخافيش، قد لي نوليو نتلاقاو برا الدار، واللي بغيتيها غادي نحضرها ليك. الحاجه الوحيده اللي كنطلب منك هي تكوني معاه هي صافي. وداكشي فعلا اللي كان حليمه، وبحكم علاقتها المتينه مع خديجه ولات الدار ولات مره خديجه كتخليها تخرج، واصلا حليمه مره كتطلب منها باش انها تخليها تخرج تمشي تلاقى صاحبتها اللي جات لعندها من الدوار، يعني مره كتخليها تخرج. زيد عليها حتى خديجه كانت كتشوف باللي حليمه واحد البنت اللي مازال صغيره، داكشي باش كانت كتبغي تخليها تعيش حياتها بشكل شخصي وتفوج في الوقت اللي ما كتكونش فيه الخدمه في الدار. لكن هكا كانت حليمه وانس كيتلاقاو في السر، خونا كيدير كيساريها بالطوموبيل كيدور معاها بفلوس اللي صحاح، كيشري ليها كادوات وكيدوز معاها وقت طويل. حليمه وانس غادي يعيشوا مع بعضياتهم اعظم قصه حب، وبطبيعه الحال معاها بزاف د الفلوس، يعني ولا كيعطيها بزاف د الفلوس. يعني حليمه عاشت واحد المده اللي فيها الحب وفيها الحبه، يعني بجوجهم تلاقاو راكم عارفين
خوتنا تحركات تحرك في هذاك العقل الخبيث، وبغات تحول هذاك الزين ديالها اللي كان نقمه وجايب ليها غير المصايب بحال داك بوشعيب ولد الدوار، واللي اصلا هو بسبابه قالت لهنا الكازا. بغات هذاك الزين تحولو من قمه لنعمه وتستافد منه وتستافد من الجمال ديالها وتحلب من هاد العائله الفلوس على شحال ما قدات. وهذا الشيء اللي قررت هو اللي دارته طبقاته بالحرف. واحد النهار الحاج ما حل الباب ديال الفيلا ودخل، حليمه تحسات به باللي دخل الفيلا تسناتو، تطلع لبيتو وهي توجد ليه ما لدو ما طاب من الاكل، داكشي اللي كيعجبو وداكشي اللي كيتشاء. اتي نعم اسيدي حليوات المسائل فركسات لي على ديك الصينيه. مزيان ختنا تقادت لبسات، مزيان مشات طلعت عنده لبيتو وقفات ودقات وقالت ليه عمي الحاج تماك. خونا الحاج مع سمع سميتو تصدم، والمسكن اللي في ركابي هو اللي اجاب هادي لهنا في البلاصه. تم مناط قال ليها حليمه مالك ابنتي جيتي؟ جاوبته كلها ونوسه وداك الصوت المحلوم. قالت ليه والو اسيدي الحاج، غير قلت نجيب لك ما تاكل شويه وصافي. حليمه كانت مولفه تقول لي عمي الحاج، يعني كتقول لي عمي الحاج ولا الحاج كتقولها لي باحترام. وهي اللي دابا علاش قالت لي سيدي الحاج بحال كدلع فيه، وعلاش قالتها بواحد الانوثه اللي كثر. هنا الحاج مختار غيسمع داك الصويت وديك الانوثه اللي دات حليمه اللي حناتو حس باللي شي حاجه ما هياش. خرج عندها نيشان ولقاها واقفه هزا داك البلاطو وطالقه عليه الشعر. نعم اسيدي واقفه بحال هكاك وضاحكه وكتشوف فيه، حيت من قبل ديما ختنا كانت حاضره راسها وديما حيه كتشوف لتحت. دابا لا ولات زعما خصكم تعرفوا بلي الحاج ماشي هو انس. الحاج كان خبره كبيره في الحياه وكيفهم في لغه الاشارات وكيفهم في هادشي. داكشي باش فهم ديريكت المقصد ديال حليمه. خدمنا هذاك البلاطو وفاتحها نيشان الموضوع ديال الاعجاب ديالو. اعترف ليها وقال ليها بلي الزينه كيدوخ تانه ولا كيكره يدخل الدار، وانه عمره ما غدر مرته، لكن هادشي ولا كيحس بيه غادي وكيتمجد اكثر واكثر. وزاد قال ليها بلي واحد النهار فكر كاع يقول خديجه باش قال ليها غير جري عليها. فكر انه يقول ليها جري عليها تمشي بحالها، لكن ما قدمش يقول ليها جري عليها تماك فين كاتب ليها الحال في السر بحال وقت ما تشدهم. وقالت لي مع الحاج بالسر وعلاقه مع انس في السر، لكن بطبيعه الحال ماشي العلاقه اللي كدور على بالكم. حليمه كانت كتقول لهم بجوج بلي بغاتهم في الحلال، يعني بيني وبينكم ختنا كانت تما الرجاله ديال بصح ومطوره. بالنسبه لانس كان ساهل انه تقول لي بحال هكا وتقنعوا بهاد الهضره، لكن الحاج لقات معاه صعوبه في هادشي في الاول. من بعد قدر انه يقتنع وبدا كيفكر مع راسو كيفاش يدير يتزوج بها كاع. يعني الخوت هاد العلاقات بجوج اللي كانوا مع الحاج المختار وانس ما كانوش علاقات اللي كامله. يعني راكم فهمتوني دابا من الاخر. حليمه كانت عارفه شنو كدير وعارفه منين تشدهم وكيفاش دير لهم الخوت. سوق النساء المهم. من هذاك النهار بركات عاوتاني على سيد الحاج باستحلاب الاموال، وبقات كتاخذ منه الفلوس وكتاخذ شحال ما قدات عليه. ولات هذيك الخلصه ولا هذيك الشريه اللي كتشدها حليمه في الاخر ديال الشهر هي اغلى خلصه ولا اغلى صالير ديال شي خدامه في التاريخ، بين داكشي اللي كتخلصو من خدمتها وبين داكشي اللي كتاخذ من عند الحاج وبين داكشي اللي كتاخذ من عند ولدو انس. فراه واحد الفلوس اللي تبارك الله حياه في الفيلا تبدلات بزاف ملي بدا هادشي كامل. يعني الامور ما بقاتش غادا كيف ما هي. كيف ما شحال هادي حليمه ولات كتحس براسها بحال الا هي مولات الدار، بدات كتطغى. لكن هادشي بطبيعه الحال كان غير بينها وبين راسها. يعني هادشي غير كتفكر فيه بينها وبين راسها، واي وحده في بلاصتها غادي تحس باللي ما بقى والو، وهاد الفيلا كامله غادي تولي تحت يديها. لكن الخوت غادي تطرى واحد حاجه اللي في شكل. طرات واحد الحاجه واحد المره اللي في شكل، واللي خديجه دخلت فيها على غفله للبيت ديال حليمه ولقاتها جالسه في ناموسيتها وشاده واحد البراسلي ديال الذهب اللي كان باقي في البواطه وكتشوف فيه وباغا تلبسو وتجربوا الوقيته. اللي دخلت خديجه حليمه مع شافتها قفزات وقال ليها ماما خديجه تماك فين خديجه؟ ما فهمات والو. قالت ليها شنو هادشي اللي كنشوف قدامك؟ شنو هادشي؟ واش هذا براسلي الذهب؟ منين جاك هاد البراسلي ابنتي؟ هنا فين قربت حدا من بعد ما سدات الباب جاوبتها حليمه وكانت باينه انها متصله ليا. ما تهي بنتي بلا تعرف تكي لي ديش مالو معايا انا خديجه من الدوار. واش عقدتي النهار اللي عاودت لك قلت لك وخلعت عرفت قالت لك القصه ديالها اللي قالت عليها ونصحتها بلي ضروري خص يجي شي نهار وترجعوا ليه باي طريقه، حتى هذاك النوع ديال الناس كيكون مجرم والمجرم ما كيرضاش انه يحس بلي تنصب عليه ولا درت به. اما حليمه حمدات الله ملي خديجه تيقات هاد الخبيره ديالها وما عاقش بلي هاد براسلي ديال الذهب شرا ليها سيدي ومولاي الحاج المختار مول الهمه والشان ومول الدار. تماك سكت ليها القلب. هاد الخوت كان غير واحد ديتاي صغير على شنو كيوقع وسط هذيك الفيلا كامله اللي كلها تبدلات بالوجود ديال حليمه الخدامه، واللي الخطه ديالها كانت غاده على اكمل وجه وغاده على ما يرام. وخايب راسها ما عرفاش فين غادي يوصل هذا الشيء. حتى لين هادشي ما خديجه مسكينه مولات الدار نيتا عاوتاني ما كانتش معاها نيتا ما ربحتهاش وكانت مقلوب عليها الكفه. لكن مع مرور الايام ومع الوقت خديجه مولات الدار رجعت حياتها جحيم بحكم ولد انس اللي كيحس اصلا باللي مو محال تقبل الا بغى يتزوج بحليمه. واخا كانت هذه الفكره كتخليه شي مره كاع يكعلمو بدون سبب، واخا عمر حتى ما طرح لي هذه الفكره ولا تشاور معها. زيد عليها من جهه اخرى اللي الحاج ديالنا بدا كينفر من مرته خديجه وبدا كيدور فيها على والو. شي مرات كان كيكعملنا على ابسط الحوايج وكيخوي ليها البيت وكيمشي ينعس بوحدو. المهم السيد تقلب وما بقاش هو هذاك، وباين انه ما بقاش حاملها وهذا الشيء هذا كان محير خديجه اللي ما كانتش كتلقى لمن تحكي. لكن في واحد المره وهي خارجه مع حليمه نيت كانت خارجه ساكته قالت لها حليمه مالك امام خديجه؟ جاوبتها قالت والله ما عرفت ابنتي ديك الفيلا ولات مضيقه على صدري، الولاد ولا غير معصب بوحدو، ما عرفتش اش درت ليه ولا ما بقاش باغي يجلس معايا يدوي معايا
معايا، اما الحاج ولا كرهني بدون سبب والله ما عرفت مالهم. تماك فين حليمه دارت فيها البراءه ولعبت الدور انها ما عارفاش اش طاري. قالت لها معليش ماما خديجه، معليش انس، راك عارفه غيكون غير معصب بحكم حياته الخاصه، اما الحاج غتكون غير الخدمه وصافي، هي اللي مخليه بحال هكاك، ما ديري في بالك والو، ما ديري في بالك والو. اما انت امام خديجه راه ما كاينش بحالك يدوروا تيدوروا ويرجعوا ليك في الاخر. خديجه ضحكت لها مسكينه وقالت لها الحمد لله الحمد لله ربي حرمني نولد بنت وعطاني بنت بحالك، وعنقاتها وطبطبوا على بعضياتهم. لكن اللي ما كانتش عارفه خديجه انها كتعنق افعى صفه انسان. وهنا الخوت الخدامه ديالنا حليمه كانت وصلت لواحد الليفل ديال التشيطين اللي طالع بزاف، وصلت لواحد النيفو هربان في التشيطين صافي، واللي عمرها هي براسها ظنات ان شي نهار غتوصل ليه الدريه، ولات مخيبره بزاف، ولات كتعرف منين تدخل منين تخرج، كيفاش دير لهذا كيفاش دير لهذا، ولات شيطانه بمعنى الكلمه. اما من جهه اخرى الحياه ديال خديجه كانت غير ما كتزيد وكتكفس اكثر واكثر، وهذا الشيء اللي خلاها تستعن بواحد صاحبتها وتعاود لها هذا الشيء كامل اللي طاري لها في الدار، وقالت لها بلي الحاج ولدها ولا شادين معاها الزكير على والو، وما بقاوش حاملينها وما باغيين لا يجلسوا معاها لا يدويو معاها. راك ليا دابا هذيك صاحبتها غتعطيها واحد المقترح اللي شويه في شكل، قالت لها راه كاين واحد الشواف خطير بزاف سميتو القراب نديك عنده، هو غادي يقول ليه شنو عندك وشنو خصك ديري خديجه، بحكم انها واحد المراه اللي كيف قلت لكم برجوازيه وكذا. فجا هذا المقترح غريب، قالت لها شواف والله يا اختي ما كنامنش بهذا الشيء، هذا الشيء ماشي ديالي. المراه قالت لها غير جربي بعدا ونشوفوا، هذا راه باين شي سحور عندكم في الدار، هو اللي مخليكم بحال هكا وهو اللي فرتككم باينه. خديجه شافتها تعيات، وفي الاخر مشات هي وهذيك المراه عند هذاك الشواف، واللي كانوا كيعيطوا ليه ولا كيقولوا ليه القراب، راك ليا دابا السي القراب. مع دخلات عنده خديجه وجلسات قدامه وحكات ليه على شنو طاري ليا في الدار وكذا. تماك فين بدا السي القراب كيحضر ويستجوب ويضرب الكارطه، حتى في واحد اللحظه عينيه غادي تغمضوا وحلهم غير بزز، وشاف خديجه قال لها راه كاين عندكم السحور في الفيلا بكاع الانواع ديالو، راه عندكم سحر التفرقه وسحر القبول والمحبه وسحر الاستغلال، واللي داير لكم هذا الشيء كامل هي وحده اللي ماشي عاديه، هي راه شوافه، راه شوافه وسطكم عايشه، وسطكم شعرها رطب وطايح وكحل عينيها كبار وزوينه، وراها هربانه من المصايب ديال الشعوذه اللي دارتهم في شي جهه اخرى. خديجه قالت ليه منين جبتي هاد الهضره، منين جبتي هاد الهضره الشريف، انا عندي غير خدامه ماشي شوافه. داك القراب واللي كان قراب نيتو مخدم معاه جنون صحاح اللي كيجيبوا ليه تبرجي، قال لها شوفي الشريفيه راه كلامي هو اللي كاين، وهذيك خيتي اللي عند بالك راه خدامه يا راسها على بايتا، وراه كانت كدير الشوافه في شي دوار، وفاش كتر عليها اللغط وكتر عليها الصداع من ديك التفريقه والسحر الخبيث اللي كانت كدير وتخدم للناس باش يأديو خوتهم وعائلاتهم هربات بحالها، وجات الكازا وانت حليتي لها باب دارك، وراها دارت فيك ما بغات ودارت فيك كاع داكشي اللي كتعرف دير خديجه من ورا. ما سمعت هادشي بحال ضربها الضو عينيها بحال تحلو فما دابا علاش الحاج وولدها تبدلوا، وعلاش حياتها تقلبات، وعلاش هذاك القبول كامل كان عند حليمه، واللي صدقات طالعه في الاخر ما هي هربانه من داك بوشعيب الشمكار اللي غير اختارت لي هاد القصه، واللي اصلا هو ما كاينش، ما هي هذيك البنت الحشوميه والقضيه ما كاين فيها لا ماما خديجه لا والو. وهنا فهمات بزاف د الحوايج منهم الماكله اللي ما كانتش كتشرك معاهم، يعني باين بلي هذيك الماكله كانت كدير لهم شي حاجه فيها، وعدد الناموسيات ديالهم اللي كانت كتنقيهم من الزغب، وحوايجهم اللي كانوا مليوحين ويمكن حتى هما استعنات بهم خديجه. تما كعد عينيها تحلوش دات في راسها، واول ما دات ملي خرجات مشات ديريكت للدار، مع حلات الباب ديال الفيلا قلت حليمه حليمه، لكن حليمه ما كتجاوبش، قلبات الدار كامله ما لقاتهاش، مشات نيشان لبيتها لقاتها جمعات كاع حوايجها ومشات بحالها. وهنا فهمات خديجه باللي حليمه رحلات بمره. خديجه تماك في البلاصه طلعت كتجري لبيتها ومشات قصدات المتجر ديالها باش تشوف واش باقي فيه فلوسها وداكشي، لكن لقات كل شيء في بلاصتو تنفسات، وقالت بعدا الحمد لله ما سرقات والو من بعد خديجه. غادي تهز طوموبيلتها ومشات نيشان لهذيك الدار، سبات اللي جات منها حليمه النهار الاول وحوايجها. دقات في هذيك الدار خرجت ليها واحد المراه، لكن ماشي هي نفس المراه اللي هي صاحبه حليمه. قالت ليها عفاك واش ما كايناش هذيك المراه اللي كانت هنا. جاوبات هذيك السيده قالت ليها انا اختي عاد سكنت هنا، كنتي كدوي على اللي كانوا ساكنين قبل مني راه خوا وتقريبا هذه شهر. او دابا ما بقات حتى شي طريق اللي غادي ديها وتوصلها لحليمه. فين غبرات ملي كانت ختنا حليمه مع سمعت خديجه كدوي في تليفونها مع صاحبتها وتفقوا باش يمشيو عند هذاك الشواف. تما كفين حليمه عرفات بلي ساعتها قربات وفي بلاصه كانت ناضج جمعات وطوات حوايجها وكتافات غير بهذوك الغنايم اللي صورات من عند الحاج والولاد الداصر وضرباتها بغبره. اراك ليا دابا الحاج والسي انس ملي عرفوا بالخبر ديال رحيل حليمه تخيل معايا كان خوليهم الماء في ركابي ما فهموا والو. لكن ملي عاودت لهم خديجه الفعايل ديال هذيك الخدامه وشنو دارت لهم تماك فين انس خوا قلبو واعترف باللي كانت بينو وبينها علاقه. اما سيدي الحاج حاول يتهرب من هذا الشيء كامل وسكت ما قال والو، هز ديكتو وسكت وهكا. غادي تهنى هاد العائله من هاد الصحاره الخطيره الخبيثه اللي فين ما دازات على شي دار كدير غير مصايب للناس الخدامه علم الله بها وفين شداها. لكن من المؤكد انه فين ما كانت كتمشي عند شي عائله كتستغل هذاك الجمال ديالها الصالح ليها، كتستغل الجمال ديالها والسحر والشعوذه اللي كدير باش انها تجلب الفلوس من الناس اللي كتعامل معاهم. لكن بلاتي الخوت شنو نضركم في الفعايل ديال حليمه الخدامه؟ شنو نضركم في
هاد الفعايل اللي دارت واش بصح غتكون صحاره ومشعوده نيت، او لا القضيه وما فيها كتستغل داك الزين ديالها وداك الجمال ديالها وديك حلاوه اللسان باش دير بهم ما بغات. وغير بين قوسين الخوت قالوا لنا الزمان الزين وحلاوه اللسان هما السحور ديال بصح. ما تنساوش الخوت تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات على هاد خيتي، وكلكم شاركونا بالتعليقات ديالكم. الاراء ديالكم غادي نقراهم ان شاء الله كاملين. وإلا كنتي وصلتي معايا حتى لهنايا شكرا لك انت متابع حقيقي، شكرا لك من القلب. دير واحد القلب باش نعرفك بقيتي معايا حتى لهنا نتلاقاو ان شاء الله في القصه الجايه. كان معكم خوكم يوسف الحكي تهلاو.